الموضوع الثالث اللي اخترت نتكلم لكم عليه هو العلاقه ما بين مقاومه الانسولين وكبد الدهني غير الكحول. باش نفهموا هذا الشيء غادي نديروا واحد السرديه صغيره ونعرفوا انه الانسولين هو هرمون كتفرزو البنكرياس. وفي بعض الحالات عند بعض الناس خاصه اللي عندهم وزن زائد، عندهم مشاكل في التغذيه، افراط في التغذيه، عندهم الخمول، قله النوم، استهلاك الكحول. عند هاد الناس اللي قلنا الانسولين ما كتقومش بالعمل ديالها، اذا السكر ما كيدخلش للخليه، وفي هذه الحاله البنكرياس كيبدا تيكثر الافراز ديالو الانسولين. هذا الافراط في افراز الانسولين تؤدي الى تخزين الدهون الزائده في الكبد، وبطبيعه الحال كما عرفنا تخزين الدهون الزائده في الكبد تؤدي الى تعطيل العمل ديالها. هذا الافراط في الانسولين ما تؤديش غير لهذا الشيء، ولكن ايضا كما كنعرفوا الى النوع ديال السكري الثاني، زياده على ارتفاع في الوزن. وتيوليو هاد ثلاثه ديال المكونات واحد فيهم تيعاون باش يزيد في الجهد ديال الاخر، كيولي بحال حلقه مغلقه بين السكر، افراط في الوزن، والدهون في الكبد. السؤال اللي كيمكن يطرح، واش هاد مقاومه الانسولين والاضرار ديالها واش رجعت فيها؟ لا، ما حد مازال ما كاينش الاضرار ثابته في الكبد. كيمكن نرجعوا الكبده للحاله ديالها الاصليه بجوج ديال الحوايج اللي ذكرناهم في الاول. اولا نظام غذائي متوازن، نعرفوا واش كناكلوا، شحال كناكلوا، وقتاش كناكلوا. والحاجه الثانيه هي الحركه ثم الحركه. الانسان على الاقل يدير واحد المجهود اسبوعي ديال ساعتين وشويه ديال المشي اللي كيؤدي لحرق الدهون، ماشي متباطئ، يكون مشيه مزيانه، واقفه مزيانه صحيحه، باش الانسان يحاول يحرق ويعطي الكبده. وكما قلنا عرفنا انه الكبده كتدوز فيها كل دقيقه لتر ونص ديال الدم. الا مشينا ودرنا مجهود كنرفعوا من هذاك الدوره اللي كتدخل الكبده، وهذا الارتفاع ديال الدوره الدمويه كتدخل الكبده كيخليها تقوم بعمل اكثر وعمل احسن بطبيعه الحال باش نقصوا من الدهون اللي كاين فيها واللي كاين في الجسم.